مران فريقنا اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا. إمام عاشور يعلنها عبر صفحته الرسمية على الإنستا: زيزو جاهز وبكل قوة. الأهلي مهتم بضم المهاجم الكونغولي بولولو لاعب ياجولونيا البولندي، والذي كان هدافا للنسخة الماضية من دوري المؤتمر الأوروبي. الأهلي هيسافر إلى المغرب باثنين حراس مرمى فقط، مصطفى شوبير ومحمد سيحة، لمواجهة الجيش الملكي. غيابات بالجملة تضرب الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا، ويغيب عن الفريق كل من محمد الشناوي إصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة، وأحمد عبد القادر إصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية، ومحمد شكري يعاني من شد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة، ومصطفى العش ارتجاج بسيط في المخ، وحسين الشحات استمرار تأهيله بعد تعافيه من إصابة وتر العضلة الخلفية، ومحمد عبد الله جزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة. وليد صلاح الدين لسيفن كورة: كل ما يتردد عن وجود مشادة مع عبد القادر كلام فاضي ولا أساس له من الصحة. مصدر من الأهلي لسيفن كورة: الأهلي يدرس التدعيم بشكل كبير في يناير عن طريق ضم 5 صفقات، بينهم مهاجم أجنبي، وهو ما سيكون من خلال خروج أحد اللاعبين الأجانب سواء عن طريق الإعارة أو البيع نهائيا. مصدر من الأهلي لسيفن كورة: لم تصلنا أي عروض من الدوري الأمريكي لضم إمام عاشور وأليو ديانج، وما يتردد حول هذا الكلام غير صحيح. خالد الغندور عبر حسابه على منصة فيسبوك أن إمام عاشور يقترب من الرحيل عن الأهلي إلى الدوري الأمريكي، وأكد الغندور أن هناك عرضا مغريا من الدوري الأمريكي للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع إمام عاشور بمقابل يتخطى 10 مليون دولار، ما يعني أكثر من 470 مليون جنيه مصري، واللاعب موافق. إبراهيم فايق عبر MBC مصر: حمزة عبد الكريم مضى مع شركة تسويق كبيرة وجاي له عروض معايشة مع برشلونة وسبورتنج لشبونة وإنتر ميامي وإستون فيلا يتابعون حمزة عبد الكريم وبعض اللاعبين الآخرين في كأس العالم للناشئين. إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ضمن قائمة منتخب مصر الأولية في كأس الأمم. هناك من يصنع التاريخ في العراق: الزوراء قبل عماد النحاس لعب 6 مباريات ولم يحقق الفوز سوى مرة واحدة. الزوراء مع عماد النحاس لعب 4 مباريات وحقق 4 انتصارات. الحكم الدولي محمود البنا يعلن اعتزاله التحكيم بسبب التهميش والظروف الإدارية غير العادلة. منتخب مصر في المستوى الثالث لقرعة كأس العالم 2026. محمد الشيبي يفوز بجائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولين العرب. عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا. نادي الهلال السعودي يكرم الحارس ياسين بونو بعد حصوله على جائزة أفضل حارس في أفريقيا. بقيادة الدباغ وحامد حمدان: فلسطين إلى كأس العرب بعد الفوز على ليبيا 4-3 بركلات الترجيح. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.